المعمول الصح هو اللي بفت فت وبدوب بالتم ذوبان. بفيديو اليوم حضرت معمول سميد الفاخر بحشوة الفستق الحلبي وحشوة العجوة أو اللي هي التمر بطريقة كتير بسيطة وخطوات مدروسة. ذكرت بهيدا الفيديو أسباب فشل ونجاح المعمول مع كافة خطوات العمل، وكمان ذكرت كيف منقدر نحضر الحشوات بطريقة كتير بسيطة. فضلا لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة هيدا الفيديو مع الأصحاب وتشتركوا بقناتي. وحاليا خلينا نبلش فورا بطريقة التحضير. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض وصفة معمول سميد، ولكن رح نعمل قسم بالتمر او العجوة وقسم بالفستق الحلبي. لنحضر معمول السميد اول شي رح احكي شوي بالنسبة للسميد. انا هون عندي 1 كيلو جرام من السميد الناعم، بيمشي الحال السميد الناعم وبيمشي الحال كمان السميد الفرخي اللي بيجي قوامه مثل الطحين ولكن لونه شوي عسفر. شغلة تانية كمان بالنسبة للدهن، أنا عندي هون نص كيلو سمن حيواني، كل كيلو سميد بده مقابله نص كيلو دهن. فيكن تخلطوا ما بين السمنة والزبدة، وفيكن تحطوا بس سمن حيوان، فيكن حتى تحطوا سمن نباتي حسب الإمكانيات المتوفرة. بس أبدا ما بنصح إنكم تعملوا سميد بس بالزبدة أو حتى إنكم تحطوا زيت، لازم تخلطوا سمنة مع زبدة أو لازم تحطوا بس سمن. وفرضا رح تعملوا نص كيلو أو 500 جرام من السميد بتحطوا 250 جرام من السمن بزبدية غميقة. رح نزل عندي السميد مثل ما انكم شايفين قوامه بيجي بهيدا الشكل. لسه سميد الفرخة بيجي أنعم. ودايركت هلا رح نزل فوق سميد كمية السمنة الموجودة اللي عندي حوالي 500 جرام. السمنة مع السميد يفضل انه نبسها بطريقة البس، مو نعجنها عجن مشان تفتح عنا حبة السميد وناخد قوام ممتاز اثناء التشكيل. هلا رح بلش امزج السميد مع السمن الحيواني بهاي الطريقة، بطريقة البس. لا تعجنوا هيك عجن، ما بيمشي الحال. لازم بهاي الطريقة هيك بروس صابعنا، ما نضغط ابدا لحتى تشرب كمية السميد عندي كل كمية السمنة. حضر معمول السميد لازم نعمله قبل بليلة لحتى عنا تتشرب حبات السميد السمنة بالكامل. الافضل انه نعمله قبل بليلة، ناخد نتيجة وقوام كتير كويس. بعد ما بس السميد مع السمنة رح غلف الزبدية وحطها بالثلاجة او بالبراد ليلة كاملة لتاني يوم ان شاء الله بنشتغل فيها. الافضل نعمل هيك. ما نكون شايفين اتغلفت عندي كل حبات السميد بالسمنة. رح دخل الزبدية الثلاجة او البراد لتاني يوم ان شاء الله. بشوفكم بكرة بطريقة العمل. وهذا شكل سميد بعد ما ضل بالبراد حوالي 24 ساعة مينيموم. لازم يقعد بالبراد أقل شيء 8 ساعات وأكتر شيء 24 ساعة. بعدين أول ما بتطلعوا سميد بيكون قوامه مثل الحجر، بتتركوه بحرارة المطبخ حوالي ساعة، بعدين بترجعوا بتبسوه بإيدكم لحتى تحصلوا على هيدا القوام. رح نبلش نحضر لعجينة معمول السميد. هلا عندي هون نص كوب من الماء الدافئ، رح اضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. والخميرة لازم لحتى تعطينا نتيجة منيحة لازم نحط معاها سكر. عندي ملعقة صغيرة من السكر الحبيبات. رح اخلط الخميرة مع السكر بالماء بهيدي الطريقة. هلا رح اتركهم على جنب شغلة 10 دقايق. حاليا رح احكي بالنسبة للمطيبات. رح اضيف ملعقة صغيرة من المحلب، وكمان رح احط ملعقة صغيرة من الماء الورد. لا تكتروا ماء ورد او ماء زهر لانه اذا كترتوا بمرمر. ورح اضيف كمان نص كوب من الشيرة او القطر. وانتبهوا لازم يكون الشيرة او القطر كتير بارد ولازم يكون شوي تقيل، ما لازم يكون خفيف. رح بلش هيك اخلط شوي بايدي. الخميرة مع المي مع السكر صار جاهز عندي. رح اضيفه طبعا بالتدريج. في شغله بدي لكم اياها، فيكم تحطوا بدال المي الدافئ فيكم تحطوا حليب دافي، يعني مي او حليب ما في مشكله، وبتضيفوه على دفعات وبتعجنوا. بتضيفوا شوي وبتعجنوا لحتى تخلصوا كل الكميه. ورح اعجن حوالي 5 دقايق لحتى عندي تصير العجينه متماسكه. شوفوا كيف بلشت العجينة قوامها يتغير عندي، صار قوامها ملموم أكتر، صارت ناعمة أكتر. شايفين كيف؟ بتعجنوها حوالي 5 دقايق على ايدكم. شوفوا كيف قوامها كتير ناعم، أبدا ما مبرغل، ما بتشقق. أهم شي إنه ما بتشقق.
هلا بعد ما تجنوه 5 دقايق بتحطوه بتريحوه نص ساعة بالبراد لبين ما نحضر الحشوة لحتى تتماسك عنا السمنة وتساعدنا بالتشكيل. هلا خلينا نروح لتحضير الحشوات. بلش بتحضير حشوة الفستق الحلبي. أنا عندي هون حوالي 300 جرام من الفستق الحلبي الحاب. بحط الفستق هون عندي، فيكم تعملوه بهاي الطريقة وتمشوا الشوبك عليه، وفيكم تحطوه بالفود بروسيسور، بس تأكدوا وقت تحطوه بالفود بروسيسور إنكم وقت تطحنوه ما تنعموه كتير، لأنه أساس الفستق ما يكون ناعم. وهيك بهاي الطريقة بكون أنا هرست شوي حبة الفستق. وهيدا شكل الفستق بعد ما كسرته على الشوبك. نزل الفستق بالزبدية، هضيف عليه الملعقة صغيرة من السمن الحيواني حتى ناخد النكهة الطيبة، وراح اضيف عليه 3 ملاعق إلى 4 ملاعق كبار من العسل. فيكم تضيفوا بدال العسل الشيرة. وفقدت العسل بهاي الوصفة لحتى بس نقدر نجمع حبات الفستق على بعضها. كيف بنعرف انه وصل الفستق للقوام المطلوب؟ من خلال انه نعمل بهاي الطريقة تست صغير. لما بيمسك معانا الفستق على بعضه بيكون تمام صار بهاي الطريقة. هلا بدي احكي بالنسبة لحشوة التمر. انا عندي هون حوالي نص كيلو من التمر 500 جرام طبعا منزوع النواة. رح فضيه عندي هون بزبدية غميقة. رح اضيف على التمر ملعقة صغيرة من السمن الحيواني لحتى ناخد اللمعة الحلوة والطعم الطيبة. ربع ملعقة صغيرة من القرفة البودرة او اللي هي الدارسين، وكمان ربع ملعقة صغيرة من الهيل. رح اعجن التمر مع القرفة مع الهيل مع السمنة لحتى تتكون عندي خليط عجينة متماسك. وهيدا شكل عجينة التمر بعد ما عجنتها كتير منيح. تأكدوا انكم تعجنوها كتير منيح لحتى توصلوا لهيدا القوام. هلا رح نبلش نشكل المعمول. خطوة كتير اساسية ونقطة كتير مهمة انه ناخد حاجتنا من المعمول ونحط الباقي بالبراد. وقت نخلص الكمية نرجع ناخد كمية جديدة ونرجع الباقي على البراد. اخد حاجتي من العجين وحط باقي الكمية بالبراد. طبعا تحطوها بالبراد غلفوها، ما تخلوها هيك بينشف السميد. بدي احكي شغله بالنسبه لقوالب معمول. في عنا القوالب الخشب وفي عنا القوالب البلاستيك، او حتى كمان فينا نشكل المعمول بالمنقاش. هاخد شقفه من العجينه هذا الشكل ونفتحها مثل ما بنفتح الكبه. حط حشوه التمر وسكر عليها كتير منيح. بهيدا القالب رح بلش حط العجينه بالقالب. كل 3/4 حبات بترشوا القالب بطحين لحتى ما تلزق معاكم العجينة. وهلا هيك صار معمول سميد عنا جاهز. صينية الفرن لا تفرشوها ورق زبدة وحتى لا تدهنوها بأي مواد دهنية، لأنه سميد فيه كمية دهن وافرة أكيد ما حيلزق بالصينية. هلا بنرش القالب بطحين هيدي الطريقة مشان ما يلزق معانا المعمول، ومنفضيه بضع طرقات وبنرجع بنعمل وحدة تانية، وهكذا لحتى تخلص عنكم كل الكمية. هلا حاليا رح نعمل وحدة بالفستق الحلبي. احط حشوة الفستق الحلبي واسكرها. قوام العجينة رائع. رح نزلها بقلب القالب. بسم الله. شايفين ما شاء الله. هيدي اول صينيتين للمعمول. هيدي المعمول بتمر او عجوة، وهيدي معمول بالفستق الحلبي. حاليا من اسرار نجاح المعمول انه ندخل المعمول على فرن محمى مسبقا، لو حتى قبل ب10 دقائق على درجة حرارة من 180 ل 185 درجة مئوية. تشغيل الفرن بس من الاسفل. لما بيتحمروا بنشغل الشواية. وحاليا ان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. وهيدي أول صينية طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله بشهي. نقطة كتير مهمة، ممنوع ندقر أو نلمس حبة المعمول لحتى تبرد تماما. اتركوه بهاي الوضعية حوالي 2-3 ليبرد عشان ما يفرط.
ولهون بيكون فيديو اليوم خلص، ووصفتي لإلكم كمان خلصت. بتمنى تجربوا تعملوا معمول السميد الفاخر على طريقتي. يلا بشوفكم بفيديو جديد، وأكيد مع وصفات جديدة، وسلام.